منتخب السعودية بيكسب منتخب الأرجنتين 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022. أداء، لعبا، قتالا، تشجيعا، كل حاجة كانت مثالية للمنتخب السعودي النهاردة. لازم 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 نعلي الطموح. الفوز على الأرجنتين هي مجرد البداية. الماتش اللي جاي قدام بولندا هو الأصعب نفسيا. التعامل النفسي بعد الفوز على الأرجنتين حاجة مش سهلة، لكن اللعب التكتيكي المثالي اللي قدمه المنتخب السعودي النهارده بقياده الاسطوره ايرفي رينار لازم يكمل. النهارده شوط اول بتتاخر فيه بهدف دون مقابل، ضربه جزاء ليونيل ميسي، 3 اجوال اوفسايد، وده تحديدا اللي اشتغل عليه منتخب السعوديه النهارده في الشوط الاول تحديدا اكتر من المباراه ككل. وان هم ينزلوا الشوط الثاني برغبه واضحه، احنا هنضغط من نص الملعب، هنحاول ان احنا نقطع الكوره، ارمي للشهري سجل هدف التعادل. بعد كده الجول العالمي اللي سجله الدوسري اللي رد بيه على اهداف ميسي اللي بيعملها في كل الناس، بيسجل هدف تاني. وارجع بقى للدفاع واقتل المباراة بقتالك ومثاليتك وادائك العظيم النهارده بنتكلم على لويس، عمل مباراة تاريخية حارس المرمى. بنتكلم على حسان قلب الدفاع اللي عمل تنبكتي حتة مباراة النهارده، حتة مباراة ما حصلتش المباراة النهارده دفاعيا. وبنتكلم على كمان الشهراني، سلامات يا شهراني، ان شاء الله تكون كويس. عمل مباراة كبيرة قوي على انخيل دي ماريا اللي كان بيستقبل اكتر محاولات بناء الهجمات في الثلث الهجومي لمنتخب الارجنتين. ده غير كمان سعود عبد الحميد. ايه المباراة التحفة اللي عملها سعود عبد الحميد ده النهارده، سواء هو بيلعب باك يمين او لما ضم نص الدفاع، لما زود ايرفي رينار الناحية الدفاعية. مباراة بولندا يا جماعة لازم دلوقتي بعد الفوز الرابع في تاريخ السعودية في كأس العالم، بعد الفوزين بتوع سنة 94 والفوز علينا مش عايز افتكرها في سنة 2018، دلوقتي الفوز على الأرجنتين، ولازم الطموح يختلف. الفوز على الأرجنتين مجرد بداية، واللي جاي إن شاء الله تأهل لدور ال 16. مبروك للسعودية.